مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الارثيه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. افتتاح مهرجان الجاليه الارثريه في جده وضواحيها. احياء يوم مرض السكر في بارنتو. لغاء لمناقشة لوائح حقوق أراضي الملكية الخاصة وإدارتها في الإقليم الأوسط. إعلان تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. ترامب يستقبل أردوغان في البيت الأبيض وسط توتر وسجالات. انطلاق قمة بريكس في البرازيل. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. افتتح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح يوم أمس الأربعاء 13 من نوفمبر المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في مدينة جدة وضواحيها بالمملكة العربية السعودية. وتخلل برنامج الافتتاح معرض وفعاليات فنية وثقافية نظمها طلاب المدرسة العالمية للجالية الإريترية. وتفقد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح محتوى المهرجان مشيدا بالطلاب والمشرفين عليهم لإعدادهم محتوى يعكس نماذج عن أنشطة الجالية الإريترية. هذا وقدمت في المناسبة الكؤوس والميداليات للفائزين في البرامج المنظمة بما في ذلك المسابقات الفردية والجماعية. أحيت البلاد 14 من نوفمبر اليوم العالمي للسكري في مدينة بارنتو، ونظمت في المناسبة أنشطة توعية تتعلق بعلاج ومكافحة المرض في المؤسسات الصحية وتنظيم سباق العدو ومسابقة المعلومات العامة. وقدمت سكرتير جمعية السكري السيدة تعبة كنديا توضيحا بشأن تأثير مرض السكر، وقالت أن جمعية مرضى السكر التي تأسست عام 1998 أصبحت عضوا في الاتحاد الدولي لمرض السكر عام 2003. وأوضح مدير مكتب وزارة الصحة في إقليم القاش بركة الدكتور حيالوم كداني ومسؤول التعبئة والمعلومات في المكتب الحذر الذي يتوجب اتخاذه للوقاية من السكري والأمراض عامة، وكذا الأغذية الواجب تناولها والحركة المطلوبة. هذا وشارك في المناسبة حاكم إقليم القاش بركة ولفيف من المسؤولين. نظم في 13 من نوفمبر الجاري بالعاصمة أسمرة لقاء لمناقشة لوائح حقوق أراضي الملكية الخاصة الطيسة بالإقليم الأوسط وإدارتها وتأطير اللجان، إضافة إلى بحث آليات لإيجاد حلول للمشاكل التي تحدث في المديريات. وفي اللقاء الذي حضره مدراء 13 مديرية من مديريات الإقليم والعاصمة أسمرة والمدراء التنفيذيين، قدم المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولى برهان توضيحا مفصلا حول الجدل الذي يشهده الإقليم بخصوص أراضي الملكية الخاصة، مستشهدا بالأمثلة، إضافة إلى تأطير اللجان وجوانب القصور الظاهرة في الاستمارة وأسلوب تقديم القضايا وسبل حلها. وأشار السيد زريد إلى أن أهم أوجه القصور المسجلة في إدارات المديريات تتمثل في إعادة إصدار الحكم على القضايا التي صدرت أحكام بشأنها في السابق، واستئناف الحكم وعدم تكوين لجان شعبية تستمع إلى المجادلات رغم إصدار الأمر بخصوص ذلك، موضحا بأن تأخير عملية تنفيذ الأحكام الصادرة على أرض الواقع وعدم القيام بإجراءات التسليم والتسلم أثناء تبديل المسؤولين من أهم الموضوعات التي تتطلب المعالجة السريعة. وقدم في اللقاء شرحا للمشاركين بخصوص حقوق لوائح أراضي الملكية الخاصة وإدارتها وفق المادة السادسة لإعلان الأراضي رقم 58994 من حقوق وواجبات المواطنين. كما قدمت توصيات للمديريات تدعوها للعمل باتباع تلك اللوائح. وقدم المجتمعون آراء بشأن حقوق أراضي الملكية الخاصة وتنفيذها والمشاكل التي تطرأ في القضايا والخلافات بين المواطنين وكيفية إصلاحها. هذا وستستمر اللقاءات مع مدراء المديريات والمدراء التنفيذيين في مديريات بريخ وقال نفحي وسرجقة. احتفل إقليم عسبة في 12 من نوفمبر الجاري بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية ببلدة أسندة حاضرة مديرية أسماط على مستوى الإقليم. وشارك في المناسبة معالي وزير العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبرآب إحدى المؤسسات للاتحاد ومسؤولي الحكومة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وجماهير غفيرة. وألقت مسؤولة الاتحاد في الإقليم السيدة آمنة حسن كلمة أوضحت فيها بأن الاتحاد يعمل بقوة لإكمال مسيرة التحرر المرجوة وتنشئة شابات يتحلين بالقدرات والإمكانيات العالية لتطوير الاتحاد وتقدمه.
وأشار سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد رزاني أدوناي إلى أن الاتحاد الذي تأسس قبل 40 عاما في منطقة الراق هو نتاج نضالات المرأة ولم يقدم لها كهبة. وذكر بأن الإنجازات المحققة في حقوق وواجبات المرأة هو ثمار تلك النضالات، داعيا إلى مشاركة كافة أفراد المجتمع المدني لتعزيز ذلك. من جهته أوضح مدير مديرية أصمات السيد آدم عثمان تميز المناسبة للاحتفاء بها في فترة السلام المبشرة التي برزت فيها مساهمة المرأة الإريترية في كافة المجالات بجدارة واقتدار. هذا وشهدت المناسبة برامج فنية وثقافية تمجد تاريخ ودور المرأة الإريترية العريق. وفي ذات السياق أفاد مراسل إيرينا بأن مديريتي علا برعد وحلحل قد احتفلتا بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة. قام الإريتريين المقيمون في الخرطوم والقضارف وكسلا وبور سودان السودانية وميلانو الإيطالية و8 مدن بجنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم العديد من الأنشطة الوطنية. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن القائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس عقد سيمينارات للإريتريين المقيمين في كسلا والقضارف وبورت سودان حول الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية والعالمية وتطور العلاقات الإريترية السودانية والخدمات القنصلية. وقال أن إريتريا توجد في مرحلة مبشرة لصمود شعبها وقيادتها الحكيمة، ويجب التكاتف لمواصلة مسيرة التنمية. وذكر بأن التاريخ يشهد بأن الإريتريين في السودان ساهموا بدور كبير في انتصار النضال التحرري والدفع بمسيرة التنمية، ويجب توريث هذا التاريخ وتنشئة الأجيال على القيم الوطنية. وأكد المجتمعون على استعدادهم للإيفاء بكل المتطلبات لإيصال الأهداف الخاصة ببناء وطن مزدهر إلى نهايتها. كما بحث القائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس مع ولايات الخرطوم وكسلا وبور سودان أوضاع المواطنين الإريتريين، كما زار مدارس الجاليات الإريترية في هذه الولايات. كما التقى مسؤول الشؤون الشعبية في السفارة الإريترية بالسودان السيد إسماعيل موسى مع مسؤول الجاليات في كسلا والقضارف وبور سودان لتقييم المهام المنفذة ووضع البرامج المستقبلية. من ناحية ثانية، نظم في الفترة من 14 وحتى 19 من أكتوبر الماضي أسبوع إريتريا والسودان، وذلك بالتعاون مع جمعية الصداقة الإريترية السودانية في الخرطوم. من جهة أخرى، عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مدينة ميلانو الإيطالية مؤتمره يوم 10 من نوفمبر بحضور أعضاء الهيئة الإدارية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع أوروبا السيدة نيغستي تساقاي ومسؤول الشؤون الشعبية والجاليات في إيطاليا السيد جيرماي هابتي ميكائيل، حيث قيم المؤتمر أنشطة السنتين الماضيتين وانتخب هيئة إدارية جديدة. ومن جهة أخرى، احتفل الإريتريون المقيمون في مدن شارلوت ورالي وأتلانتا وجاكسونفيل وتامبا وميامي وناشفيل وأورلاندو بجنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يوم 9 من نوفمبر بمدينة شارلوت بولاية شمال كارولاينا. وقالت مسؤولة فرع الاتحاد في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية السيدة ويني يوهانس أن المرأة الإريترية تعتبر مفخرة لبلدها للمشاركة المتساوية التي أظهرتها في تحقيق الاستغلال والدفاع عن السيادة وإنجاح البرامج التنموية. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في شمال أمريكا السيد برهاني جبرهويت بأن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية تخطى في السنوات الأربعين الماضية العديد من المراحل الصعبة ليصل إلى المرحلة الحالية المبشرة، داعية لتقوية التأطير والتنظيم وتوريث إرث الاتحاد للأجيال الحالية وبناء المرأة الإريترية المثالية. وقد شهد الاحتفال العديد من المناشط الفنية والثقافية. وفي ذات السياق، احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة ميشيغان بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. تنظم شرطة مدينة مصوع سيمينارات تنويرية للطلاب حول القانون للحد من الجرائم والمخالفات والحوادث المرورية. وأوضح قائد مركز الشرطة الأول في مدينة مصوع الملازم أول تسفالدة ولي ميكائيل في السمينار الذي عقده يوم 13 لطلاب مدرستي الشيخ الأمين وغد استهانة مهام ورسالة الشرطة ودور المجتمع في مكافحة الجريمة وكشف الجنى والقانون والأخلاق والمكافحة المنسقة للجريمة والحوادث المرورية. وقال أن ارتقاء الوعي هو الأساس في مكافحة الجريمة والحوادث، داعيا المواطنين للمساهمة في الحفاظ على أمن محيطهم ومشيرا في ذات الوقت إلى الظواهر المشجعة على ارتكاب الجريمة. وحول الحوادث المرورية، أوضح المحقق في الحوادث المرورية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد إسياس برهاني بأن السبب الرئيسي في وقوع الحوادث هو الإهمال في استخدام الطريق، ناصحا الطلاب بضرورة توخي الحيطة والحذر. هذا وكان قائد مركز الشرطة الثاني في مصوع قد عقد سيمينارا مماثلا لطلاب المدينة.
مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن مسؤولون مصريون وفلسطينيون التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل من جهة وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى من جهة ثانية داخل حيز التنفيذ صباح الخميس. وقال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أنه تم التوصل لاتفاق تهدئة بعدما وافقت الحركة على مقترح مصري بهذا الشأن، مضيفا بأن إعلان التهدئة جاء في ضوء موافقة الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي على مقترح مصري بالوقف الفوري لإطلاق النار والحفاظ على سلمية مسيرات العودة، وموافقة إسرائيل على مقترح مصري أيضا بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات. وفي فجر الثلاثاء اقتالت إسرائيل بهاء أبو العطاء القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد الإسلامي. وشن الطيران الإسرائيلي عشرات القارات الجوية التي استهدفت خصوصا مواقع للحركة، فيما أطلقت الحركة وفصائل أخرى رشقات صاروخية تجاه المدن الإسرائيلية. ومنذ بدء المواجهة العسكرية قتل 32 فلسطينيا وأصيب 100 آخرون. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض، وبحث معه مسائل عدة في طليعتها موضوع سوريا ومصير المعتقلين الجهاديين والحلف الأطلسي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه علاقة ممتازة تجمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد نهاية لقاء بينهما عقد في البيت الأبيض. وأضاف ترامب أن النقاش كان صريحا للغاية، آملا في أن تتمكن كل من أنقرة وواشنطن بتخطي التحدي الذي فرضته صفقة منظومة الدفاع الجوي S-400 الروسية على الطرفين. وأشار الرئيس الأمريكي كذلك إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا مستمر بشكل جيد جدا، مضيفا أنه سعد بالتعاون مع أنقرة في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرا بأن هنالك إمكانيات لتعاون اقتصادي هائل مع تركيا. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيتطرق مع أردوغان إلى موضوع منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 التي وقعت عليها أنقرة وموسكو، وأيضا طائرات F-35 الأمريكية. انطلقت في العاصمة البرازيلية قمة بريكس 11 على الرغم من التقارب الاقتصادي والسياسي المتصاعد بين حكومة الرئيس جاير بولسونارو وواشنطن. ويعد التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول بريكس بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم. وسيتبادل قادة مجموعة بريكس على مدار يومين وجهات النظر حول حالة الاقتصاد العالمي، وسيركز النقاش على مشاكل نمو الحمائية التجارية والمنافسة غير العادلة إلى جانب تفاقم الصراع من أجل الوصول إلى الموارد والتقنيات. بالإضافة إلى ذلك سيناقش رؤساء دول بريكس مع أعضاء مجلس الأعمال التجاري للقمة وأعضاء مجلس الأعمال التجاري قضايا تعزيز العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدان الخمسة، لا سيما بين مجتمع العمال والممثلين الحكوميين. أكدت وزارة الصحة المصرية وفاة 7 أشخاص وإصابة أكثر من 16 آخرين جراء انفجار في خط أنابيب لنقل المواد البترولية في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة غربي دلتا مصر. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات صحفية أن عدد الضحايا ارتفع، وبعض المصابين حالتهم خطيرة نظرا لإصابتهم بحروق واختناقات، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج. وأعلنت السلطات المصرية أن الحريق نشب بعد محاولة سرقة مواد بترولية من خط شركة طنطا للبترول المقذي للأسكندرية، مما أدى لتسرب كميات كبيرة منه إلى المجاري المائية والأراضي المجاورة، ثم اشتعلت النيران بعد ذلك، وكان من الصعب السيطرة عليها. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.